يجادل فيها الناس كثيرا بين قابل وبين رافض، بين مقتنع فيها وبين غير مقتنع، رغم وجود نصوص الكتاب والسنة مؤيدة لها، لكن نظرات الناس تختلف من حيث أهميتها ومن حيث عدم أهميتها ومن حيث نتائجها أيضا ومن حيث ثمارها أو عدمه. في هذه الحلقة نرحب باسمكم جميعا ضيفي هذه الحلقة: الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي هنا من الاستديو، والأخت الفاضلة الأستاذة جواهر محمد خارج الاستديو. وأكرر ترحيبا بكم مشاهدي الأكارم وإلى هذه البرنامج. كما نرجو من مشاهدينا الأكارم والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يتابعونا ويتواصلوا معنا عبر الرقم 0044 7947 83 14 17. أكرر الرقم 0044 7947 83 14 17. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم. حياكم الله دكتور حسن سلمان، نشكركم دائما على مشاركتكم معنا في قضايا إريتريا. وقد حقيقة لمسنا في هذا البرنامج دكتور حسن سلمان الثناء والتشجيع من المشاهدين المتابعين، لأنه يلامس حقيقة قضايا إريتريا. هذه الحلقة هي امتداد لحلقة سابقة في مناقشة أسباب عزوف الشباب والشابات عن الزواج، في حين أن ثمة رجال ونساء يقولون ليس هناك عزوف عن الزواج، بالرغم أن هناك أسباب تمنع الشباب من الزواج وكذلك من الشابات والأخوات. فبالتالي أيضا هناك رأي آخر يقول: ما الفائدة من ذكر برنامج تعدد الزواج أو موضوع تعدد الزواج، في حين أن لو تقدم شخص لامرأة وهو متمكن لا يمانع الشعب الإريتري من هذا، وكثير من النساء أيضا يقبلن هذا الزواج. هذه بعض القضايا إن شاء الله سنناقشها. نريد مدخل على أهمية الزواج وأنه رابطة شرعية عظيمة تأسست بناء على الكتاب والسنة، ثم ندخل في المناقشة. دكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا أولا لاستضافتكم لنا في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقدم شيئا مفيدا. آمين. موضوع الزواج هو من المواضيع المتعلقة بالفطرة الإنسانية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفي فطرته الغريزية أن هذا الإنسان يميل إلى الطرف الآخر. أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أو البشر منذ البداية زوجين، رجل وامرأة، وجعل للرجل خصائص وجعل كذلك للمرأة خصائص، وركب فيهما هذه الحالة اللي هو الميل لبعضهم، وركب فيهم كذلك أو خلق في داخلهم إمكانية عند الالتقاء بين الطرفين إمكانية التوالد والاستمرار. تمام. وبالتالي هي مسألة فطرية، يعني لا يحتاج فيها الناس إلى الحث. ومن سنن المرسلين، ومن سنن المرسلين. نعم. يعني جميع الأنبياء يعني فعلا سلكوا هذا الدرب. الأمر الثاني هو أيضا من يحقق مقاصد التشريع. من مقاصد الشريعة الإسلامية مثلا حفظ الفروج، هذا مقصد عظيم جدا، حفظ الفروج، الذين هم لفروجهم حافظون. وهذا طبعا أبلغ من المقصد اللي هو مقصد آخر، لكن هذا دقيق من حيث التعليل، اللي هو مسألة استمرار النسل البشري. فقضية استمرار البشرية في التوالد والاستمرار والتكاثر هذه أيضا من القضايا التي يقصدها الشارع. البعض طبعا يمكن أن يجادل في ذلك ويقول والله البشرية لا خوف عليها، لكن نلاحظ الآن ظهرت في الإحصاءات في كثير من البلدان التي عزفت عن ظاهرة الزواج هنالك حالة من التآكل في التعداد. مثلا بعض البلدان الأوروبية مثلا سنويا يحصل فيها نقصان 500,000 600,000 شخص مثلا. وبالتالي لما نتكلم عن قضية أن من مقاصد الشريعة الحفظ على التناسل، هذا مقصد والآن الناس تلاحظه. ثم أيضا هذا المقصد يتآكل والعياذ بالله عندما يميل الجنس إلى نفس جنس، يميل الجنس إلى نوعه. يعني
لما تميل المرأة إلى والرجل إلى رجل كما هو الآن في الواقع المعاصر للأسف الشديد، يشرعن له تحت المثلية وغيرها، وبالتالي أنت أمام مشكلة حقيقية في هذا الاتجاه. فما أريد أن أقوله بأن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج مواكبة للفطرة وتنظيما لها واستمرارا للنسل ومراعاة للعفة ومراعاة للطهورية، أن الإنسان يكون طاهرا ليس فاحشا، وحفظا للفروج وحفظا للأنساب وحفظا للأرحام. هذه تقريبا باختصار شديد موضوع طيب. الزواج، وبالتالي هو مودة، هو رحمة، هو طاعة لله سبحانه وتعالى، هو قرب إلى الله إذا قصده الإنسان بهذا الاعتبار. كل ذلك مما يعني وردت به. والعكس بالعكس يذكر إذا لم يتم العمل بمشروعية الزواج سيحصل العكس تماما. نعم. هو انتشار الفساد والزنا والعهر وما إلى ذلك. نعم. لأن لا بد للإنسان أن يشبع غريزته التي خلقه الله عليها من الذكر نعم والأنثى. هذا الوضع الصحي، الوضع الطبيعي الصحيح. نعم. أن الإنسان يميل إلى أن يجد ما يشبع غريزته. نعم. وبالتالي جاءت الشريعة لتنظيمها، جاءت الشريعة لتنظمها. وبالتالي من يتكلمون عن أنه أنتم دعاة كبت، أنتم يعني هم للأسف الشديد ينزعجون من التنظيم ولكنهم يميلون إلى الفوضى في هذا الجانب. فالشريعة جاءت لتنظم. هذا من ضمن التنظيم، إنه والله يا أخي أن العلاقة بين الرجل والمرأة يحكمها عقد، هذا العقد فيه ميثاق، هذا الميثاق له شروط، هذه الشروط يحضر فيها الأب أولياء المرأة، ويكون هنالك فيها شهود ويكون فيها إشهار، مما يعطي الزواج قيمة اجتماعية ويعطيه أيضا قيمة قدسية عند الارتباط ما بين الطرفين، وليست هي علاقة عابرة. فبالتالي الزواج وتنظيمه في الإسلام أخرج الإنسان من دائرة الحيوانية إلى دائرة الإنسانية. يا نعم. سلام، كلام جميل. طيب دكتور حسن، قلنا الآن ندخل في عمق شعبنا الإريتري. نحن كشعب تعدادنا من 6 إلى 7 ملايين، أو قل من 5 إلى 6 ملايين شعب ما بين قبائل مختلفة. نعاني حقيقة من العنوسة، ونعاني أيضا من تكدس العنصر الأنثوي في المنازل ممن بلغنا سن الزواج، ولكن لعدم تقدم الأزواج لخطبتهن يحصل أن النسبة التي لو عملنا إحصائية نجد النسبة التي يتزوجن في السنة الواحدة مقارنة باللوائي متواجدات في بيوتهن نجد أن النسبة قليلة جدا. طيب نحن نريد أن نعالج هذه القضية، تكديس البنات في البيوت، وتأخر أيضا إطار الزواج لبعض بناتنا فتبلغ سن 30، ثم يمر بها السنوات حتى تصل إلى سن 40 ولا تزال لم يتقدم إليها شخص كفء يستحق الزواج. طيب برأيك يا دكتور حسن في مثل هذه الأمور كيف نعالج هذه الظاهرة من وجود تكدس أنثوي في البيوت وعدم بناء أسر مسلمة؟ طبعا البرنامج من باب أيضا نحن خدمة للحقيقة الاجتماعية في مجتمعنا. دعنا نقسم المجتمع إلى 3 أصناف: صنف الداخل وصنف الخارج. المسألة الثانية صنف المدن وصنف الريف. فلو أردت مثلا، نحن حقيقة قبل كده يمكن عملنا دراسة كانت متعلقة بالوضع في إريتريا من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، فوجدنا أولا بأن النسبة والتناسب بين الذكور والإناث يكاد يكون متقاربة في الحالة الإريترية. أتكلم هنا في الحالة الإريترية، يعني الذكور والإناث أحيانا قد يكون الذكور أكثر والنساء أقل، أو أحيانا يتكافؤوا. هذه أول واحدة لا بد أن ننبه إليها. النقطة الثانية أيضا من حيث الزواج، بس هذه هل مسلمة دكتور؟ إحصائيا إحصاءات متحدة بهذا الشكل، أن النساء والرجال في إريتريا ليس هنالك تفاوت مخل. إيش أسباب؟ هذه قضية أخرى، لكن في الداخل يعني بشكل عام النسبة بتاعت 7 مليون هذه اللي ذكرتها. أيوة، لأن معظم الشباب في السجون ومعظمهم في لا ومعظمهم في ماتوا وغرقوا. إذا كان كده نعم، لا، إذا كنت أحسبها بالطريقة ومع ذلك لكن يعني ما أريد أن أقول مثل بعض المجتمعات يكون والله الرجال مثلا ثلث والنساء ثلثين مثلا، بعضا عندنا لا. المسألة الثانية ظاهرة العنوثة في الخارج أكثر منها في الداخل، برضو لا بد أن ننتبه إليه.
صح. يعني مثلا الآن المجتمع في الداخل إلى الآن فيه نوع من التبكير في الزواج، صحيح، مقارنة مع ومراعاة المهور أيضا أحسن، وتسهيلها. وبالتالي صحيح. عنصر الخارج تأثر بالبيئات الأخرى، أهل الخليج تأثروا بالخليج، أهل أوروبا تأثروا بأوروبا، أهل أستراليا تأثروا وهكذا. هذه إشكالية أيضا أخرى، وبالتالي الظاهرة تنتشر في الخارج أكثر من انتشارها في الداخل. دراسة نفس الظاهرة تختلف في الداخل بين أهل الريف وأهل المدن. تمام. لا زال أهل الريف يحافظون على أن البنت لابد أن تتزوج مبكرا، يا سلام. لا زالوا إلى الآن على الأقل أقرب إلى الفطرة، وفي عوامل أيضا أخرى الآن لا داعي لتفصيله، لكن في مجموعة عوامل تجعل عنصر الريف يعجل ويبكر لكن عنصر الريف يا شيخ حسن عدده قليل، يعني نسبهم بالنسبة لعنصر المدن يعني أسمرة أو غردات ومندفرة أعداد كبيرة. الريف في كل لو تجاوز عدد سكان القرية الواحدة 1000 شخص يعتبر هذا كثير. على كل إننا يعني دي نفسها فيها كلام أي يعني غير مسلمة. طيب يعني قضية إنه والله هل سكان المدن في إريتريا، يعني تصنيفنا لسكان مدن وريف، هل سكان المدن فعلا كمدن أكبر من سكان الريف أم الريف؟ يعني أحيانا تجد مثلا ريف أسمرة وريف كرن وريف أغردات تلقاها من حيث السكان والانتشار ليس بسيطا. طيب على كل حال نحن خلينا هنا دعني في صلب الموضوع. أيوة في صلب الموضوع. نعم. هل يعني برأيك أنت الآن لا ترى أن ثمة هناك مشكلة في تأخر زواج الشباب والشابات في إريتريا؟ لا أرى هنالك مشكلة الآن في جهتين، هذا ما كنت أريد أن أصله. في المدن عندنا مشكلة باعتبار أنه في عوامل كثيرة جدا، عنصر المدن يتأخر، جزء منها عوامل ثقافية، جزء منها عوامل اقتصادية، جزء منها عوامل اجتماعية، على كل عنصر المدن فيه تأخير، عنصر الخارج فيه تأخير، وبالتالي أن ندرس هذه الظاهرة ونوجد لها المعالجة، لأن هؤلاء شعبنا أيضا، اللي في الخارج من شعبنا واللي في الداخل أيضا من أهل المدن من وبالتالي الظاهرة من حيث تستحق الدراسة وتستحق المعالجة. لكن أنا ما قصدته أن نعمل نوع من التشريح في سبيل أن نعرف أين تكمن المشكلة في كل هذه المجتمعات، حتى لا يفهم منها التعميم المطلق إنه نحن والله جعلنا الحالة كل حالة واحد. لا، هنالك مساحات من المجتمع لا زالت محافظة، لا زالت يعني الزواج فيها مبكر، البنت إذا بلغت 20 ولم تتزوج قد تكون معيب عليها، ودي موجودة حتى هذه اللحظة. لكن في المدن فعلا بدأت العوائد تتغير، العادات، التقاليد، السيستم العام للأسرة، وبالتالي هذه الظاهرة اللي أنت تتكلم عنها الآن هي موجودة وتستحق المعالجة. طيب خلينا نقول أن الظاهرة هذه موجودة في الشعب الإريتري الذي يعيش خارج إريتريا. خلينا نتنزل لجنابكم الكريم، كيف نعالج هذه القضية؟ سنعود إليك دكتور حسن سلمان بعد أن تساهم معنا الأخت الأستاذة أم عمر جواهر محمد. حياك الله، يا مرحبا بك أستاذنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك. أستاذة جواهر، أنت سمعت المقدمة واستمعت إلى تفصيل الدكتور حسن سلمان، كيف ترين رأيه؟ أليس هناك في الداخل مشكلة للعنوسة وعزوف الشباب، أو توافقينه على هذا الرأي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، موضوعنا هو التعدد، أنت باعتبارك امرأة كيف ترين هذا الموضوع؟ والميكروفون بين يديك. يا ساتر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك شيخ برهان على هذا البرنامج، وحقيقة جزاك الله خير عنا كل الخير، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، وأحيي الدكتور. آمين يا رب. وأحيي الدكتور حسن سلمان، وأحيي المستمعين الكرام. أحببت أن أضع مقدمة شيخ الكريم من أجل أن تكون النفوس، يعني الموضوع شائك، فمن أجل أن تكون النفوس طيبة، يعني حتى لا أقع في خاطر، يعني لا يقع في خاطر الأخوات، أخوات النساء، شيء ممكن يعني شوية يكون يزعجهم. ففقط أريد يعني أني أوضح الغاية من هذا اللقاء والبرنامج هو تسليط الضوء على مشكلة وظاهرة العنوسة. وأنا طبعا استجابتي للدعوة كانت من منطلق
المشاركة من أجل إيصال هذا الدين العظيم للناس. ديننا جدا عظيم، ومن أجل مناقشة المفاهيم. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل. طيب، فصل الهاتف على الأستاذة جواهر لعلها تعود إلينا. دكتور حسن سلمان، أحد أسباب تكدس النساء في البيوت، سواء كان في داخل إريتريا أو في الخارج، على ما نتفق تختلف، هو محاربة المجتمع إن صح التعبير، أو نستطيع أن نقول عدم تفاعل المجتمع مع تعدد الزواج. هل توافق هذا وما رأيك؟ هو عدم التعدد واحد من العوامل واحد من عوامل، يعني عدم استخدام التعدد معناها أنت فاقد لواحد من عوامل العلاج. طيب، نأخذ أول شيء، خلينا نشوف مشروعية التعدد في الإسلام. لماذا شرع الإسلام التعدد؟ نأخذها سريعا دكتور حسن. والله شوف، هي مسألة التشريع، أولا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في تشريعه، فما من قضية شرعها الله سبحانه وتعالى إلا وفيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن ضمن حكمة الله سبحانه وتعالى في قضايا التشريع أنه يعلم المآلات، يعلم مآلات الأمور. تمام. العباد الآن ينظرون إلى ما هم فيه، نظرتهم إلى المآل دائما ضعيفة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، فيعلم مآلات المجتمعات ومآلات النفوس ومآلات الأفراد. وبالتالي عندما شرع الله سبحانه وتعالى التعدد يعلم تماما ما الذي يصلح هذا الإنسان، وما هي المشكلات التي يمكن أن تمر به، وبالتالي شرع له التعدد كأمر مشروع، لم يوجبه عليه، ولكنه جعل بوابة التعدد بوابة مشروعة. فمثلا هنالك من القضايا التي يعني يعالجها أو تعالجها مسألة التعدد، مثلا تمر على المجتمعات أحيانا الحروب، فيحصل قلة في الرجال وكثرة في النساء، وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي على الناس زمان يقل فيه النساء ويكثر الرجال، حتى يكون لل50 امرأة القيم الواحد. هذه حالة، يعني لو لم تكن هنالك نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا نعرفها نحن، لكن هي حالة الحروب والتبعات التي على الرجال تجعلهم أحيانا يكونوا أقل من فكيف تعالج هذه المسألة الثانية؟ أيضا هنالك مشكلة في ما يتعلق بطبيعة المرأة كامرأة، طبيعتها في الولادة، في النفاس، في الحيض، في غيرها، عندها مشكلة. ومنها أيضا قضية العقم، يعني أيضا ضع أنت، قد تكون بعض النساء أنت تزوجت ولكن لم ترزق سنوات، 4-5 سنوات، وشرع الله لك أن يكون لك أبناء، وبحثت وحاولت تعالج وكذا وما في طريقة. هل تطلق امرأتك هذه؟ نقول لك لا تطلقها. ليش تطلقها؟ هذه رفيقة العمر وصاحبتك وكذا، يجب أن تكون وفيا لها. طيب، هل نحرمك من أنك والله تنجب؟ نقول لك لا، زوج غيرها، زوجة، حافظ عليها، ولكن أنت محتاج إلى أن تتزوج لتنجب. حالة ثالثة، يكون هنالك مثلا بعض الأيتام، وهذه آية النساء إلى حد كبير كانت في البداية تعالج هذه المشكلة. في أيتام عندها امرأة 5-6 أيتام، وأنت إما قريب لها وإما سخرك الله لخدمتها، وطالع وداخل على المرأة وهي أيتام. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعالج هذه الظاهرة. الدخول والخروج لرجل أجنبي على امرأة قد يكون محل شبهة، قد يكون محل تهمة، قد يكون محل إشكال، قد يكون محل قيل وقال، وبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل هذا أيضا يضمها إليه، وبالتالي آوى أسرة أرملة ومعها أطفال، ولكن بزاوية شرعية، بدل أنت والله طالع ونازل عليها من غير الرباط شرعي، لا، أعمل الرباط الشرعي وضمها إليه. هنا أيضا تأتي غير اللي في القرابات. بعض الناس يكون والله امرأة توفي زوجها أو امرأة طلقت أو غيرها، وليس هنالك من يعولها غيره وهو عنده القدرة، أيضا جعل الله سبحانه هذا بوابة لأن يعالج الإنسان هذا. هنالك من الرجال من آتاه الله سبحانه وتعالى قدرة مالية وقدرة جسدية، أيضا الحكيم الخبير عالج له هذه المسألة. فقضية التعدد أن الله سبحانه وتعالى شرعه لحكم عظيمة في المجتمع، هذه ما فيه. أيضا من الحكم العظيمة، وهذه يقصدها كثير ممن يبحثون عن التعدد، وهو من مقاصد يعني أو ما تسعى إليه أمة الإسلام، أن تكون أمة قوية الجناب موفورة العدد، يعتز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا سلام. فلذلك ابن عباس مثلا كان يقول: تزوجوا فإن خيركم أكثركم
نساء. نعم. فكان ينظر إلى ذلك لأنه كان يرى بأن ذلك مما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يرى أمته عظيمة السواد. هذا كان واحدة من فعلى كل موضوع التعدد فيه عدة قضايا، فيها جوانب اجتماعية، فيها جوانب اقتصادية، فيها جوانب أيضا يعني دينية، تجعل التعدد أمرا مشروعا ومتقبلا. وبالتالي للأسف الشديد عندما تشن الآن الهجمات على قضية التعدد، لاحظ أنت يعني تناقض المجتمع الآن والثقافة العالمية الغالبة في الوقت الذي يتجهون إلى الفحش لإجازة المثلية وإجبار الدول كلها على إتيان الرجال للرجال. شوف انت تحت قانون تحت قانون الحرية الشخصية والمثلية وسيداو. تحت قانون سيداو. طيب يا أخي أنت الذي بلغ بك الأمر إلى أنك تشرعن الشيء الفاحش التي ما سبق وتحارب إنه والله يكون فيه. هذه واحدة. أيضا تشرعن يعني أو لا تجرم أن يأتي الرجل بالحرام ما شاء وتحرم عليه أن يأتي بالحلال 4. هذه كلها على كل قضايا تناقض هائل. لكن أنا أقول طيب مشكلتنا. نرجع إليك دكتور حسن. رجعت إلينا والعود أحمد. أستاذة جواهر الله يحفظك ويرعاك، أكمل حديثك الجميل. أهلا وسهلا. معلش الخطوط أعتقد في مشكلة. لا بأس لا بأس. أحب أعمل مداخلة على الدكتور، جزاه الله خير الدكتور، ألم كفى ووفى. بس لو يسمح لي الدكتور أحب بس أضيف على كلامه. السؤال كان إيش؟ إيش كان السؤال؟ كيف يمكن نشر مفهوم التعدد في المجتمع الإريتري؟ نعم. ولماذا يرفض المجتمع تعدد الزوجات؟ نعم صحيح. قبل أن أتكلم على كيف يتم هذا الأمر، بس أحب أن أنا أوضح أنه المجتمع فيه 3 أنواع من النساء ممن يحتجن للزواج. تمام. الأولى هي العانس، وهذا جميعا نعرفه، وكلهم أشكال للعنوسة، سواء العانس أو المطلقة أو الأرملة، لكن مع فارق إنه المسميات فقط. نحن قبل ما نجي إن إحنا نشرع التعدد، لو نشرنا الوعي بين المجتمعات بين الذكور والإناث على حد سواء، أعتقد إنه هذا يكون أجدى، إن إحنا ننشر وعي أبجديات الحياة الزوجية. فإذا ضمننا إن إحنا ثقفنا أبنائنا وبناتنا، راح نضمن بناء أسرة لا يقع فيها الطلاق، يعني أسرة لا تهدم. بهذه الطريقة نحن نكون قد قضينا على ربع أو ثلث المشكلة الموجودة في المجتمعات، يعني المطلقات، فلن يقع الطلاق. نحن يعني بهذه الحالة نكون قلصنا من مشكلة العنوسة ومشكلة التعدد، لأننا لا نستطيع أن احنا نعالج المشكلة بالمشكلة، يعني ما نقدر نعالج مشكلة بمشكلة أخرى. تمام. طيب أنت قلت الآن التوعية. النقطة الثانية؟ نعم، النقطة الثانية يتم نشر الوعي بين الذكور والإناث على حد سواء من الجانب الديني. ومعنى هذه ذكرتيها أستاذة أم عمر. نريد الثانية. إذا نشرنا نحن الوعي، بعد نشر الوعي ماذا؟ هل ستقتنع المرأة؟ هل النساء الآن ينقصنهن الوعي؟ كل النساء يعرفن أن هذا من كتاب الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويعرفن النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة أو 13 نسوة. كل هذا معروف لديهن، ولكن ما زالت الغيرة موجودة، والمجتمع يرفض هذا ولا يقبله إلا نادرا. هذا أمر مسلم به. مسألة الغيرة شيخ، يعني شوف، هذا الموضوع موضوع شائك جدا، وهذا الموضوع يحتاج له لحلقات مكثفة. إحنا إذا نبغى إن إحنا نعالج هذه المشكلة لابد إن إحنا نعالجها من الأساس، لأنه بالنسبة للأمور الدينية في نقص في مفهوم، يعني إحنا عندنا نقص في مفهوم الأب والأم للدين. طيب لحظة يا أستاذة جواهر، لحظة. الآن المرأة إذا قيل لها يريد زوجك أن يتزوج عليك تولول وترفض تماما، وإذا وجدت لها أخت رملت
أو هي مطلقة أو عانس وتقدم لها رجل يريدها الثانية أو الثالثة، تشجعها وتقول لها انتبهي ترفضي هذا العريس، هذا عريس يعني مثله لا يرد. فلما جاء الموضوع عليها ترفض، وإذا جاء لمصلحة أختها تقبل. أنت كامرأة كيف تقرأين هذا التناقض؟ أرجع مرة أخرى وأقول لابد إن إحنا نفقه في ديننا. إحنا عندنا نقص يا شيخ الكريم، عندنا نقص في الأساس. إذا إحنا ما تعلمنا، إذا إحنا ما رجعنا لديننا نضل ونشقى. طيب جميل. أنا أعتقد أنك تقصدي بالدين يعني رفع جانب التقوى وجانب الإيمان عندنا جميعا رجالا ونساء. نعم. فبالتالي إذا وجد جانب التقوى والدين ستقبل المرأة مثل هذا وتصبر وتحتسب وترى أنه كان جميل. ابقي معنا أستاذة جواهر، سنعود إليك إن شاء الله. دكتور حسن سلمان، ذكرتم مشروعية التعدد وحكمه العظيمة. من ضمن الحكم أيضا أن بعض الرجال لا تكفيه امرأة واحدة، فيريد أن يفرغ الفطرة التي في جسده في باب المشروع. بعض الرجال مثلا يكثر من الزواج بالسر، فإذا تزوج بالسر وفي آخر وفاته تحصل مشاكل ويحصل قطيعة رحم ويحصل كذا. ولو أن زوجته أذنت له وتزوج من البداية وسمحت له لكان الوضع أفضل من البداية. وبعض الرجال أيضا، بعض الأثرياء ورجال الأعمال يسافرون إلى بعض الدول فيتزوج زواج المسيار أو زواج المسفار أو زواج العرفي أيوه. بنية الطلاق. أيوه. أليس التعدد المسموح به شرعا أولى من هذه الزيجات التي أباحها العلماء مؤخرا؟ طيب بلا شك. دقيقة. نعم. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في حديث ممتع مع الدكتور حسن سلمان والأستاذة جواهر حول التعدد ومشروعيته. فاصل ونرجع إليكم إن شاء الله. لوردة الربيع يا وحيدة، إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. عدنا والعود أحمد. هناك مشاركة من أحد الإخوة عبر الواتساب اسمه الأستاذ سليم السالمي. حياك الله أستاذ سليم السالمي بمشاركتك في نعم على الفيسبوك. تقول فيه: في هذا الزمن كثر الطلاق وكثر الحب بسبب التكنولوجيا، سرعة الربط والفك والمراقبة والتعدد هو الحل، مع أن معشر النساء يكرهون أو يكرهن تعدد الزوجات حتى يصل لمرحلة عمل عمايل على أزواجهن إلى درجة أن يجن زوجها بسبب أنها عرض كذا. كأنه يقول أن بعض النساء يقومن بعمل مثل السحر وغيره حتى تمنع زوجها تصل بالدرجة الأولى. وهذا يجعلنا نرجع إلى كلام أم محمد أن نحتاج نرفع مستوى التقوى لدى النساء، لأنه لا يهمها والعياذ بالله أنها تسحر زوجها أو تذهب إلى ساحر أو تذهب. شكرا الشيخ سليم السالمي، جزاك الله خير. العدل بين الزوجات صعب جدا، قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا في الحب طبعا، هذا في الحب شيخ سليم، كما سيوضح لنا الشيخ حسن سلمان. نشكر أستاذ سليم على هذه المشاركة، وأيضا نطلب من الإخوة أن يساهموا ويشاركوا
بآرائهم حتى نثري البرنامج ونستفيد جميعا إن شاء الله. نعم دكتور حسن، نعم. الحقيقة الموضوع ذو سجون ومتشعب، يعني هناك نقاط كثيرة. حكمة التعدد بلا شك أنها ظاهرة، لكن دعنا نناقش لماذا المرأة ترفض هذا الأمر؟ واحد. اثنين، لماذا المجتمعات تؤيدها؟ ثلاثة، الغرب وجد وسيلة للطعن في الإسلام من خلال هذا التعدد. طيب خلينا نأخذها واحدة واحدة. المرأة ترفض هذا إلا من رحم الله، ولا نعمم، إن هناك نساء حقيقة صالحات قبلنا بهذا وصبرنا على ما ابتلاهن الله عز وجل به، ولكن معظم النساء ترفض. حتى الفتاة يعني تربيتها على إنها تقبل هذا الأمر صعب جدا. تعليقكم؟ بارك الله فيك. أولا دعني أنبه إلى قضية مهمة جدا. ليس من شرط التعدد محو الغيرة. ستظل الغيرة حتى لو قبلت وباركت لزوجها عند المعاشرة والتعايش، ستظل هنالك مقدار الغيرة يا دكتور. ما مقدار الغيرة؟ هذه سارة غارت، سارة عليها السلام غارت، سارة غارت وعائشة غارت وكل أمكم كانت تحصل، حتى أحيانا كانت تحصل بين أمهات المؤمنين مشاكل ويتحالفن ضد بعضهم البعض، الكتلة ألف والكتلة بتحصل هذه القضايا. ما هو الحد المسموح بالغيرة؟ الحد المسموح بالغيرة هو ألا تتجاوز حد من حدود الله أو تهضم حقا من حقوق الزوج. يا سلام. هذه أنك ما تتجاوز حدود الله كما هو الحال. الثانية صعبة يا دكتور. أيوه، من التي لم تهضم حقا من حقوق زوجها؟ هذه إشكالية. يعني هو قضية، يعني لذلك التقوى دائما في قضايا الطلاق والزواج والمتعة والنكاح دائما ما تأتينا في مسألة تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني تلاحظ آيات التقوى وآيات الصلاة وآيات التعبد تجدها دائما مبثوثة في سورة البقرة في وسط آيات الطلاق. فلا بد أصلا من استحضار مسألة تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. المسألة الثانية، نحن للأسف الشديد الآن أسرى وضحايا نظام غالب، نظام عالمي غالب له سلطانه الذي يجعلك تقبل المثلية ولا تجد فيها تلك الحملة والإشكال، وترفض ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت أمام ثقافة غالبة، وكما قال ابن خلدون المغلوب، نحن الآن مغلوبين، مولع دوما أو مولع أبدا بتقليد الغالب. طيب بعض الناس يقول لماذا تتزوج عليها يا أخي وقد أكلت شبابها وتعبت معك في بداية الحياة، اليوم يوم فتح الله عليك وأصبح عندك دراهم كان أنك تجازيها بزوجة أخرى؟ كيف ترد؟ هذه كلها مما لا يعني يدرك أو لا يدرك السائل في حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا هذا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى مالا، هذا الذي آتاه الله مالا، لو أنه والله فعلا قصر في حقها وظلمها هي وأولادها ولم يعطيها حقها، صحيح يقال إنه والله يا أخي هذا الشخص لم يعطيها حقها. ولكن هذا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى المال وآتاه القدرة وآتاه، لماذا نحمله على أنه والله يذهب إلى الحرام بماله، ولا نجعل له والله القدرة على أن يذهب إلى الحلال؟ أم إيمان تقول عبر الفيسبوك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مقاصد الشريعة في التعدد مقصد عظيم. جزاه الله. ولكن عمرنا ما رأينا رجل إريتري تزوج أرملة بأطفالها ولا مطلقة مع أطفالها. ولكن تقول الذي يحدث أن المتزوج عندما يفكر في التعدد يبحث عن الزوجة الصغيرة في العمر فتنسيه زوجته الأولى وأولاده. تعليقكم؟ أولا التعميم ليس صحيحا، يعني هي قد تكون كما يقال يعني من علم حج على من لم يعلم. نحن نعرف أن هنالك الكثير من الرجال تزوجوا نساء أرامل وبأيتام، بل فترة من فترات أنا مثلا في الألفية الثانية 2005 2003 كنت متبني مشروع أنه والله الذي يتزوج أرملة أو يتزوج مطلقة فإننا نكفل له كل تبعات الزواج مثلا، وأشرفنا ما شاء الله على عدد كبير جدا من الزيجات. يا سلام. فهذا يعني حتى لا نقول موجود. وأنا أشجع على هذا الخط، يعني أشجع من كان قادر على المال، يعني عنده القدرة المالية وعنده القدرة البدنية. يعني كأن الأستاذ إيمان لا تمانع من الزوجة الثانية، صحيح، نعم. لكن فلتقل يعني من أراد أن يتزوج فليستر الأرامل والعوانس، يستر الأرامل، نعم. ويستر كذلك المطلقات ويستر العوانس. لاحظت؟ يعني أنا هذا الاتجاه الذي أميل إليه. يعني رجل مثلا بلغ 50 من عمره وعنده القدرة وعنده المال عنده الإمكانات،
فليجعلها يعني يجعل المصلحة مصلحتين، يستر فعلا أسرة بأيتامها طيب دكتور بامرأة حسن، مطلقة دكتور حسن، نعم. هل فعلا الرجل يتزوج حتى بأرملة أطفالها؟ هل ممكن تنسيه الزوجة الأولى بأولادها؟ لا هل هذا ليس صحيح. هل ما شرعه الله جل وعلا من شريعة تضر بالآخرين، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. لكن أنا أقول أحيانا أنت جربت التعدد شيخ حسن. المرأة أفيدنا أفادك الله. المرأة تضر بنفسها، هذا الإشكال. المرأة هي التي تضر بنفسها. من خلال التجربة ومن خلال ربما الدراسات ثبت أن الرجل الذي يتزوج المرأة الثانية بعد فترة من الزمن تشتاق نفسه إلى الزوجة الأولى أكثر من اشتياق إلى الزوجة الثانية. أي والله. هذا عمليا. وأنا على ذلك من الشاهدين. فهي مجربة صحيح. بالعكس، وهذه فيها حكمة لله سبحانه، لكن يحتاج أن المرأة الأولى لا تحاول أن تعكر صف الرجل وتصنع له مشكلات لدرجة أنه ينشأ له الآن ردة فعل، ليس لأنه هو والله يتزوج ابتداء لكرهها، لا، لكن تنشأ نتيجة هذه الممارسات والرفض والاستمرار في المشاكل والذهاب إلى الأهل وتصعيد القضايا أحيانا المحاكم، تنشأ عنده نفرة. هنا تحصل بعض مشكلة. النساء يرين أنك إذا تزوجت على امرأتك معناته أنها ليست كفءا لك، فبالتالي لأنك وجدت فيها نقص تزوجت عليها. هذا معروف ومشهور بين النساء، ولذلك تجد المرأة التي تزوج عليها زوجها أنها تكون في غاية من الخجل والمذلة والمهانة أمام صديقاتها. ليش؟ كلهن ينظرن إليها بأنها ناقصة، لو لم تكوني أنت ناقصة وأنقصت عليه من كذا وكذا لما كان قد تزوج عليك. تعليقكم؟ هي على كل هذه حالة ثقافية وحالة عرفية، يعني المجتمعات أحيانا. هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. أيوة. ليس صحيح، بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة أحب النساء إليه، لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة. قالوا عن الرجال الناس قال أبوها. فعائشة بالنسبة له، ومع ذلك تزوج بعد عائشة. طيب. هذه فليس مقياسا. جميل. الأمر الثاني، وهذه إشكالية كبيرة جدا، إنه نتصور بأن والله المرأة إذا لم تكن ناقصة لما تزوج عليها، لا. نحن ذكرنا جملة من الأسباب تحمل الرجل أن يتزوج، مصالح كثيرة، جملة من المصالح. طيب. جزء منها متعلق به، وجزء منها متعلق بالآخرين، وجزء منها متعلق بالمرأة نفسها. أديك مثال، أنا ابن امرأة تزوجت لزوجها، يعني أمي كانت المرأة الأولى، وكان لم تنجب من والدي عليه رحمة الله، وقررت أن تتزوج له، وفعلا تزوجت له من مالها، وكانت غنية بفضل. تزوجت له يعني زوجته. زوجته. دفعت المهر. عجيب. دفعت المهر. والدتك. والدتي. وسبحان الله كان هذا الزواج بركة لها وللمرأة الثانية. بالله عليك. ونشأنا في هذا الوضع ولم ندرك هذه الإشكال. طيب تصور الآن لو هي عاشت فكرة إن هي لا يتزوج، أنت لي وبس، لما رزقت اليوم بذرية وأبناء وأطفال يدعون لها ويباركون لها. فهذه الإشكالية. أنا ما أريد أن أقول التعميم خطأ، يعني هنالك أسباب واقعية. هذه إذا كان والله هذه المرأة طيب ما تزوجت له، ما يلزمنا نحن الآن نقول للنساء تزوج له. يا أخي اتركيه يتزوج. تمام. طيب نعود إليك دكتور حسن. أم محمد معنا؟ خرجت والله. طيب اتصلوا بها، خلوها تكون معنا. احنا نريد أن نناقش هذا الموضوع، ونريد أيضا الأخوات أن يشاركنا في هذا إذا كان هناك لدينا رأي في هذا الموضوع. بعد الأخوات ترى نعم هناك أيضا مشاركة. نعم أحبائنا الكرام نذكر برقم الواتساب 004 79 47 83 14 17 كما هو ظاهر على الشاشة. طيب استدعي الأستاذة أم عمر فلتبقى معنا حتى نناقش هذا الموضوع. نريد من الأخوات والإخوة والأخوات أيضا يساهموا ويشاركوا معنا في هذا الرأي في هذا الموضوع الاجتماعي المهم. بعض الأخوات شيخ حسن تقول لو كان زوجها يحبها لما تزوج عليها. يعني أنت تدعي أنك تحبني فأنت لست بصادق في حبك لي إذا تزوجت علي. هل الحب يمنع من التعدد شيخ حسن؟ أول رحم الله والدتي رحمة واسعة، يعني لم أترحم بأسنان. أيوة الله يرحمهم جميعا. واسعة. ليس صحيحا
أن الرجل إذا تزوج أنه لا يحب زوجته، ونحن دائما نموذجنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك الكثير من الرجال تجده سبحان الله لا يعدل عن زوجته الأولى في الحب. اي والله. يظل يعتبرها هي، وهكذا نحن عموما الرجال نقول بأن المرأة الأولى هي مركزية الرجل. صحيح. يذهب صحيح يتزوج وكذا، ولكنها هي مركزية الرجل، يذهب صحيح. ويعود إليه. سبحان الله. وربما في مرحلة من المراحل هي تنتقل معه من مرحلة المودة والحب إلى مرحلة أوسع وأشمل، وهي مرحلة الرحمة. الله. وهذه الكثير من النساء للأسف الشديد، يعني صحيح الحب والرومانسيات والأشياء قد يعيشوا معها في مرحلة من المراحل، ثم تنتقل بعد فترة إلى نمط آخر، هذه يدركها الرجال. طيب هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها وليس هناك ما بأس، فقط أنه تزوج عليها وغارت غيرتها، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق وتهدم بيت وتهدم أسرة؟ على كل هي إذا كان ليس هنالك سبب مشروعا، وهي في أسباب مشروعة، لكن كده بس لأنه تزوج عليها هذا لا يصح. بس لأنه تزوج عليها تريد أن تهدم البيت وتريد أن تتطلق وكذا، لا. على كل إذا تقول أنا غيورة ولا أصبر على امرأة أخرى، أنا غيورة لا أصبر. في حالة واحدة، إنه والله إذا هي بتعتقد بأنها ستفتن في دينها وترتكب مشكلة وتجعل، يعني إذا ذهبت في خط آخر هذه قضية أخرى، هذه يقال لعامل خارجي. لكن لذات بس إنه والله لأنه تزوج عليه نقول لها اذهبي فتطلقي، هذا لا، لم يقل بها أحد أصلا. ماذا يعني تفتن في دينها؟ ما الذي المقصود بتفتن بدينها؟ تزوج عليها. بعض النساء تنكمش بعد الزواج، يحصل لها حالة نفسية ويحصل لها انقباض، ويصعب بعد ذلك معاشرتها لهذا الزوج. يعني الطلاق يريحها؟ لا، هي تتصور أنها تتزوج. الطلاق يريحها؟ ربما. على كل حال، يعني أنا قصدي هي بعض النساء عند الانقباض والانكماش قد تقع في فتنة، هنا يشرع لها الطلاق، كما تلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني أكره الكفر في الإسلام، ما أريد فلان. لاحظت؟ صارت ما تستريح له نفسيا، وتخشى لو استمرت معه على هذا الوضع أن تقع في مشكلة. نعم. أو أنها لا تقوم بحقوقه، أو أنها لا توفي له. عدم وجود الحب. أي نعم. لكن هي تحب زوجها. لا، هي أصلا إن كانت صادقة في حب زوجها لا يمكن أذهب إلى الطلاق، هذه خليها برضو نحن بالمقابل يعني. ما احنا بنقول الآن هي عايشة معاه 10 سنوات 20 سنة، تزوج عليها بدأت تطلب الطلاق وتعمل له مشكلة وتشتكي أهلها معظم التجارب وتريد الطلاق وتصر عليه طلقني طلقني طلقني. هل هذا معظم التجارب من خلال يعني ما عشنا، معظم التجارب التي من هذا النوع تجدها في نهاية المطاف لا تستطيع مغادرته. لا تستطيع مغادرته. هي على كل حال في ظل الغضب وفي ظل الفورة وفي ظل كذا تجدها تطالب وتجوط وتعمل، وبل بعضهن يفعلن هذا الفعل هو ليطلق الثانية. وبعض الأخوات يقولن أيضا وما يدريك لعل إذا طلقت من هذا يرزقها الله خيرا منه. ماذا تقول في هذا؟ ممكن أيضا، ممكن. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن نحن نقول الأفضل لها بقاءها وصبرها على زوجها، لأن في هذا خصوصا بعد أن يكون له أولاد ويكون له ذرية وكذا، الأفضل أنها لا تبحث الآن عن وضع جديد. يعني الآن يا شيخ حسن نقول شتتي بيتك وشتتي أبنائك واتركي بيتك من أجل أنك أنت حتى لا تفتنين في دينك، هل هذا مقبول شرعا؟ لا، ما مقبول. طيب ليس مقبول. خلينا نعود الآن إلى ليس مقبولا. نعم. إلى محمد معنا يا شباب جات. طيب شيخ حسن، يعني أيضا من أسباب رفض النساء للتعدد ظلم الرجال. الرجل المعدد أيضا يميل إلى إحدى زوجاته سواء كانت الأولى أو الثانية، أو ربما لا تجده أصلا في الأصل قوي في هذا المجال. تعليقكم حول هذا ونصيحتكم للرجال من أراد أن يعدد، ما تقولون؟ على كل أول هذا مسألة الظلم ووقوعه هو الذي جعل ربما بعض الآراء الفقهية الذين جنحوا إلى أن الأصل عدم التعدد والأصل هي الواحدة هي هذه النصوص. النصوص التي تتكلم عن الظلم، النصوص التي تتكلم عن أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. هذه النصوص جعلت أصحاب القول بأن الأصل الانفراد وليس التعدد هو هذا الجانب، بينما الرأي الآخر الآية نفسها في إن خفتم ألا تعدلوا جعلت هو وكلام ابن عباس. اليوم رأي يا شيخ هناك من العلماء من يرى أن التعدد واجب،
التعدد واجب. لماذا؟ يقولون الآن مع كثرة النساء وكثرة الفتن وكثرة البلايا وكثرة الشهداء وكثرة الثورات العربية وغيرها، نعم. مع كثرة النساء وكثرة هذا البلاء يرون أنه يجب على الرجال أن يعددوا. ما تقول؟ على كل القول في الوجوب أو القول بالوجوب هو في نهاية المطاف حكم التعدد لا يخرج عن حكم الأصل اللي هو حكم الزواج. والزواج كما تعرف يكون أحيانا واجبا وأحيانا مستحبا وأحيانا مندوبا وأحيانا مكروها وأحيانا حرام، يدور مع الأحكام الخمسة يعني. فهذه الحالة يعني إذا كان والله هنالك وضع فعلا يعني اجتماعي معين يحتم على المسلمين. طيب، تعليق بسيط من أبو حالي. حياك الله أبو حالي، أهلا وسهلا بك في مشاركتك الطيبة. يقول 90% من الشباب الإريتري ليس له المقدرة للزواج، والشيء الثاني الزواج صار فيها خسائر كثيرة، والمتطلبات صارت يعني يقول مشروع، أصبح مشروعا يعني كبيرا، فالشباب صاروا يختاروا أنه يتخير أو يتأخر في الزواج. يعني كأنه يقول الخلاصة بسبب تكاليف كثرة الزواج وكذا في الخارج، طبعا هذا كلام كله عن الخارج، دول الخليج وغيرها. يقول هذه هي إحدى أسباب تأخر الشباب عن الزواج وليس موضوع التعدد. ما هو أنا حقيقة أنا بس حتى يعني لا يفوتنا التنبيه على قضية مهمة جدا، واحدة من الخمسة أسباب تقريبا أساسية في تقديري تؤدي إلى العنوسة، واحدة منها ربما أو غيابها يؤدي إلى غياب في المعالجات، لكن جزء منها له علاقة بالعادات والتقاليد قضية العنوسة، جزء منها متعلق بالفتيات ونظرتهن، جزء منها متعلق بالأبوين، جزء منها متعلق بالضخ الإعلامي الهائل الذي يجعل من قضية التعدد جريمة. يعني الآن أنت أدخل إلى أي فيلم من الأفلام العربية وغير العربية تجد أن القضية المركزية عندهم هي مسألة التعدد. صحيح. والانزعاج والقلق وإخراج الأفلام والمسلسلات، وبالتالي أنت تصور امرأة 24 ساعة هي عبارة عن حبيسة للتلفاز، والثقافة التي تتلقاها هي ثقافة التلفاز والمسلسلات، لا علاقة لها بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأقوال السلف ولا بحياة الصحابة ولا بغيره. ثم مع هذا الضخ الهائل يصور بأن المنكر والفواحش هي أفضل من التعدد. وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني تصور أنه والله يحبب إليها، بل بعض النساء والعياذ بالله يصرحن بأنه والله زوجها أن يأتي الفاحش أحب إليها من أن يتزوج، وهذه كارثة. باقي معنا 4 دقائق. نعم. فضل التعدد. نعم. ومكانته في الإسلام، وهل هو من أحد أسباب الغناء والثراء أم لا يا دكتور حسن؟ هو على كل دعني أقول بأنه إذا اعتبرناه شرع لحكمة فإنه كلما وجدت أسبابه وقمنا به فإننا قمنا بمقصود شرعي، سواء كانت هذه الأسباب اقتصادية، سواء كانت أسباب اجتماعية، سواء كانت أسباب دينية. كلما كان هنالك مشكلة من المشكلات في المجتمع في دينه ودنياه وسلكنا فيها الدرب المشروع فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل البركة في هذا الموضوع. فإن من قصد التعدد رعاية لأسرة فقيرة وأسرة أرملة فإن الله يبارك فيه، ومن قصده لأن يكون مثلا يؤوي أسرة يعني امرأة مطلقة قريبة له فإن الله يبارك له، ومن قصده لأجل تكثير سواد الأمة وهو عنده القدرة المالية وعنده الإمكانات وأراد أن يجعل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة قادرة وقائمة ولها، وهذا لا يستبسط للأسف. وهل نعيب أيضا من أراد أن يستمتع بالصغيرات؟ نعيب عليه؟ لا نعيب عليه. نحن في نهاية المطاف شرطين أساسيين، العدل والقدرة الجسدية والمادية. هذين الشرطين. العدل نستثني منه العدل القلوب، لا يملكه أحد، لكن عدل في المسكن. العدل في ماذا؟ عدل في المسكن وعدل في النفقة وعدل في المبيت. هذه 3 أشياء. القلب لا يملكه. هل هناك وهو للأسف عليه أن يعدل في الهدايا؟ هل يجب عليه أن يعدل في الهدايا؟ إذا استطاع في كل القضايا المادية أن يعدل بين الزوجتين فليعدل. لكن بعض الفقهاء يفرق بين الأزواج بحسب أوضاعهن. مثلا عندك امرأة في مجتمع طبيعته وعرفه وكذا وثقافته قائمة على وضع معين، وعندك امرأة أخرى وضعها مختلف، عندك واحدة في الريف واحدة في المدينة كما يقال، فكل واحدة بحسبها، كل واحدة بحسبها، يعني هذه بما يليق بها في وسطها وبيئتها وحالتها الاجتماعية، وهذه بنفس الطريقة. فهنا يكون إن شاء الله
العدل. الأمر الثاني قضية القدرة، أيضا هذه من الأشياء المهمة جدا. وبالتالي مسألة الشروط ومراعاتها وكذا، بعض الناس طبعا يهرب من دكتور حسن، بعض الشماغلة يطالبون من الزوج أن يراضي زوجته الأولى ببعض الهدايا، كأن مثلا يشتري لها قطعة أرض أو يعطيها شيء من الذهب. أي نعم، شيء من هذا. أم عمر مرحبا بك. معلش أم عمر، نريد ختام في دقيقة واحدة، لا تبتعي معنا، ختام في دقيقة واحدة جزاك الله خير. احنا انتهينا الحقيقة والموضوع سبحان الله سبحان الله. طيب كملوا شو اسمه. عجبني الكلام اللي كان بيقوله الدكتور جدا، يعني موضوعي والله شائك، وتمنيت اني انا فيه، بس سبحان الله لم يقدر لي الله ان اشارك فيه. يلا اعطينا رسالتك الان للنساء، اعطينا رسالتك، ايش نصيحتك؟ والله يعني أنا راح أقول بس في نفس النقطة اللي كان بيتكلم فيها الدكتور، تعليق إنه من فوائد التعدد، من فوائد التعدد إنه عندما يكون في أسرة في أسرة زوجتين، وهناك أمثلة كثيرة تسهل إدارة البيتين مع وجود زوجتين، بالرغم من إنهم بيتين، ولكن يسهل إدارة الحياة خصوصا عند مرور أزمات صعبة، يتم التكاتف والترابط بين الأسرتين. وطبعا شيء طبيعي كمان التزايد في النسل، يعني نتكاثر، وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكاثر. فهذه من فوائد التعددات، تعدد الزواجات. تمنيت ان انا اشارك معكم شيخ الكريم، بس قدر الله ما شاء فعل. جزاك الله خير، بارك الله فيك، انت شاركتي وافدتي، واسال الله تعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتك. يا مشاهدي الاكارم، أوشكنا على نهاية الحلقة، بل انتهينا الحقيقة، ما بقي لنا شيء من الوقت، ولا يزال هناك حقيقة نقاط كثيرة لم نناقش فيها. ولكن أعجبتني كلمة للدكتور حسن في هذه الحلقة، أنه قال: من تزوج الثانية أو الثالثة اشتاق للأولى، اشتاق للأولى. هذه كلمة تكتب بماء الذهب. فهذه هذه نصيحة للنساء. جزاكم الله خير وجزاكم الله خير جميعا. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على ما أفاد وأجاد، والأخت جواهر أيضا الشكر موصول لها، وأنتم مشاهدي الأكارم كما أشكر الذين شاركونا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الشيخ سليم السالمي، وكذلك الأخت أم إيمان، وأيضا أخونا أبو حالي. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء. أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.